خليني أشارك معاكم الأول ملابسات إن أنا عايز أسجل معاكم الفويس أوفر ده. الحقيقة وأنا على مشارف سن 40 كانت قدامي ورقة، مسكت القلم وبدأت أشخبط كده شخبطة وأقول فيها السن ده، المرحلة العمرية دي، يا ترى يا مصطفى لما توصل لها هتبقى عامل إزاي؟ هتحس بإيه؟ هتشوف إيه؟ الكلام ده كله كان بيدور في ذهني. فاض عليا ربنا سبحانه وتعالى ببعض الكلمات واللي الحقيقة حابب أشاركها معاكم النهاردة. أبدأ اليوم عامل 40 وقد بدت علامات تقدم السن واضحة على وجهي وجسدي، ما بين التجاعيد والشعر الأبيض المتناثر في رأسي، وما بين اختلاف مستوى رؤيتي وتقييمي للمواقف المختلفة التي أمر بها يوميا. إذن هي حقيقة أدركها اليوم جيدا ولا بد منها، فهذه هي سنة الحياة. ولكن ما بين طيات السنين ترسخت في وجداني خبرات حياتية عديدة أعيشها اليوم بكل تفاصيلها، وأود أن أشاركها معكم. أدركت جيدا أن الحياة لم تخلق بها الراحة، نسعى جميعا إليها ولن ندركها إلا في دار البقاء. اللهم اكتب لنا خير خاتمة، اللهم اكتب لنا الجنة. أدركت جيدا حجم ما قدمه لي والدي أبي وأمي لتنشئتي على أكمل ما يكون، لأكون ما أنا عليه اليوم. أكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام، والله لا يفي الكلام. عندما صرخ أبنائي صرخة خروجهم إلى الحياة وقع في نفسي شيء عجيب، لقد أصبحت أبا، إذن أولويات جديدة ومسؤوليات جديدة، مهام تضاف إلى حياتي. زوجتي العزيزة وما تحملته معي طوال مدة زواجنا، أقول لك أعانك الله على هذه المسؤولية معي. أكن لك كل الحب والعشق، فأنت يا ملكتي سندي طوال هذه المدة والسنين القادمة بإذن الله. ازداد تأثري بمن حولي وبمن يمرون بظروف قاسية صعبة لا دخل لهم فيها، ولكني أحاول جاهدا أن أقدم لهم كل ما أستطيع كي يتجاوزوا محنتهم. الشيء العجيب أنني أصبحت أقود سيارتي بسرعة لم أكن لأتصور يوما أنني سأقود بهذه السرعة. هي سرعة بطيئة نسبيا، ولكن تعود بي الذاكرة قرابة 35 عاما مضت، حين كنت أرى أبي يقود بهذه السرعة. كانت الضحكات تعلو وتعلو كثيرا، وأقول له: لماذا أنت بطيء هكذا يا أبي؟ ألا تستطيع أن تسرع قليلا؟ فكنت أرى الابتسامة على وجه أبي، هذه الابتسامة التي يراها الآن أبنائي. أصبحت أهتم بعملي كثيرا، فهو مصدر رزقي الوحيد كي أقوى على مجابهة ظروف حياة صعبة. تعلمت أن أهلي وأصدقائي الحقيقيين هم من يقفون بجانبي في مواجهة الأزمات المختلفة. أقدم لهم كل الشكر والتقدير والعرفان. مر بي أشخاص يبحثون عن مصالحهم الشخصية، أعلمهم جيدا وأعذرهم وأقول لهم: لا مانع على الإطلاق، فهناك أناس اختصهم الله لقضاء حوائج الناس، وأدعو الله أن أكون واحدا منهم. اختلفت طريقة تعاملي مع مرؤوسيني ورؤسائي وزملائي في العمل. أصبحت أميل لأجواء الهدوء والسكون في أوقات فراغي، ولكن تبقى لي تلك الذكريات
التي تحمل المغامرات وأنا صغير، ورياضاتي وهواياتي كالرسم والكتابة والرياضة الصباحية التي أحافظ عليها لأقوى على الحياة ولأقف مع أولادي لآخر لحظة في حياتي. أما عن الصداقات الجديدة والمعارف فبعضها ما يدوم إلى الأبد ومحفور في الوجدان وفي القلب ولا ينسى أبدا، وسأبذل قصارى جهدي لأحافظ عليه. ومنهم من يمر مرور الكرام لا مانع مطلقا، فلسنا في المدينة الفاضلة. تعلمت أن أحاول جاهدا أن أرسم بسمة على وجوه الناس، فهناك الكثير ممن يحتاجون إليها حرفيا، أن أرسم لهم طريقا يمشون فيه ليحققوا آمالهم وطموحاتهم في حياة أفضل. أسمي هذا الطريق طريق الأمل. لربما لا ينتهي الكلام، ولكن لن أطيل عليكم. أتمنى لكم جميعا كل الخير والتوفيق والنجاح. سنلتقي مرة أخرى. إلى اللقاء.